عايز لكم دينكم عليه دين. انا عارف الاكراه في الدين. انا بقول حته واحده بس، ان انت دعوت المحبه وهذا العنوان وهذا الشعار، وانا واحد من الناس ادعمه. لان حبيت. هل الحب ده ممكن يوصل لرسول الله؟ الدليل ان هذه الجلسه مش جلسه رسميه ولا شو اعلامي، السؤال الكريم اللي ساله فضيله الشيخ مصطفى، وانا احييه على هذا السؤال. هذا الرجل يحب دينه ويحب ايمانه ويحب رسوله، وشاف اخوه مسيحيين بيزوروا المسجد. هو بيقول الكلام ده مش بدافع لا تشدد ولا اي حاجه، هو شايف انه هذا الدين والايمان به يدخله الجنه، فنفسه كمان انا اكون معاه فين؟ اكون معاه في الجنه. انا المفروض لما يدعوني هذه الدعوه او يسالني هذا السؤال، انا المفروض احييه عليه، المفروض ان انا ما اتضايقش. دي رقم واحد. رقم اثنين، احنا يعني كمسيحيين ونؤمن بحاجه، ان احنا سيدنا المسيح وصانا ان احنا مش بس نحب المتشابهين معنا في الدين او في العقيده او في الراي، لكن نحب المختلفين عنا في الدين او في العقيده او في الراي. بلا شك في حاجات كمسلمين ومسيحيين بنتفق فيها، ماشي؟ وفي حاجات بلا شك برضو بنختلف والا ما كناش فضلنا المسيحيين فضلوا مسيحيين والمسلمين فضلوا مسلمين. بلا شك ان في امور مختلف عليها. انا وانت مش واحد لكن اتنين، ممكن نكون صورة لبعضينا، ممكن كمان نفترق ونبقى مختلفين. انا وانت مختلفين في لون وشكل ودين، لكن خلافنا ما يدينيش الحق احكم عليك. جايز في حكمك انت تظلمني، جايز في حكمي برضو انسى عليك. الحكم في ايدين الاله وحده، الحكم لا في ايدي ولا في ايديك. ايه الرساله اللي عايزين نوصلها؟ عايزين تقول، يمكن احنا كاتبين على احد اليوفط بتاعتنا اخويا المسلم عايز اقول لك اني بحبك، وبعدين بنقول احبك رغم اختلافنا في الدين والعقيده. وده يمكن يجاوب على سؤال فضيلتك يا فضيله الشيخ. فلا معنى للحب ولا معنى للعقيده، لا معنى للايمان اذا كنا فقط نحب المتشابهين معنا. عارفين يا احبائي ليه لا معنى للحب ولا معنى للعقيده؟ لو انا حبيت المتشابه معايا، اللي بيلبس زيي، اللي بيعتنق نفس الرأي، اللي بيعتنق نفس الدين، عارفين في الواقع أنا مش بكون ده مش معنى الحب، لأن في الواقع أنا بحب نسخ مكررة مني، وهذا الحب معناه إن أنا بحب نفسي. لما يكون فلان شبهي أحب، لما يكون فلان مش شبهي لا ما أحبوش. وده سر قول سيدنا المسيح: أحبوا أعداءكم، باركوا الذين يلعنونكم، احسنوا إلى الذين يكرهونكم، وادعوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. وبعدين سيدنا المسيح يفسر هذا الكلام. في ناس بتقول ده فوق العقل الكلام ده، ازاي يعني؟ ده ضد الفطرة الإنسانية. لا، سيدنا المسيح يفسر ده ويقول إيه؟ لأنكم إن أحببتم الذين يحبونكم فأي فضل لكم، أليس الخطاة يفعلون ذلك؟ يعني هو مش الإنسان اللي الملحد خالص ما يعرفش ربنا، ما هو الإنسان الملحد بيحب اللي بيحبه، بيكره اللي بيكرهه. وبعدين يكمل يقول: وإن سلمتم على إخواتكم فقط فأي فضل تصنعون، أليس الخطاة يفعلون ذلك؟ قال المسيح ما تلومش على غيرك، يمكن تكون الملامة كلها كدبة، وقبل ما تطلع عيوب الغير بص في عينيك أولا وطلع الخشبة. لكن انا وانت يا فضيله الشيخ، انا يشرفني ان انا اقعد معاك ونكون مختلفين برضه، ما فيهاش حاجه. انا وانت لما نيجي نحب بعض صدقني بقى يبقى هو ده الحب الحقيقي. ليه؟ لان انت عارف ان انا في حاجات لا اؤمن بيها عندك، وانا عارف انه في حاجات فضيلتك لا تؤمن بيها، ورغم ذلك بحط ايدي في ايديك وبقول لك احبك وهفضل احبك لحد يوم القيامه. هل عشان احبك لازم تبقى انت من ديني؟ ابدا. جايز في حكمك انت تظلم، جايز في حكمي برضو اقسى عليك. الحكم في ايدين الاله وحده، الحكم لا في ايد ولا في ايديك.
انا عارف نيتك الطيبه وقلبك النقي، انك فعلا نفسك اني انا يعني اهتدي واكون فعلا وادخل الجنه معاك. ده يخليني احطك فوق دماغي من فوق. ما اتكلمش عن الايمان. لا، ما انا هقول لحضرتك انا حاجه. اتكلمت عن الحب. بص انا هقرا لحضرتك. انت مش انت بتحبني على مع اختلاف زي ما انت قلت. ايوه مظبوط. الله يفتح عليك. ما نحب رسول الله مع الاختلاف. نحن كمسيحيين لا نكره احدا، ماشي، لكننا ممكن نقول نؤمن او لا نؤمن، لكن كاتبين هنا اخي المسلم فقط اود ان اعلن عن محبتي لك واحترامي لشخصك ودينك ومسجدك ومقدساتك ورموزك الدينيه وعاداتك وتقاليدك، ولن انتظر وقت الازمات لكي نقولها لبعض بشكل مصطنع، بل اقولها لك الان وبشكل طبيعي. بحبك يا اخويا المسلم وساظل احبك الى الابد. وكاتبين بعض ايات من يعني تصف المحبه تصبر وترفق، المحبه لا تعرف الحسد ولا التفاخر ولا الكبرياء، المحبه لا تسيء التصرف ولا تطلب منفعتها الخاصه ولا تحتد ولا تظن السوء، المحبه لا تفرح بالظلم بل تفرح بالحق، المحبه تصفح عن كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء، المحبة لا تزول أبدا. من ضمن الحاجات اللي أحب إن أنا أراها وكاتبينها برضو على البانر: أخي المسلم أحبك، فكل أخ مسلم هو أخي، كل أخت مسلمة هي أختي، كل أم مسلمة هي أمي، كل أب مسلم هو أبي، كل إمام أو خطيب أو داعية هو موضع تقديري واحترامي. كلمة مني تكون سبب في تعب وجرح، كلمة تمسح دمعة والنوح يبقى فرح، كلمة تطفي الشمس تسرق أي نور، كلمة تانية تخلي قلبي العتمة صبح. أنا بحب المسلمين وهقولها يوم القيامة، أنا بحب المسلمين، اتفقنا أو اختلفنا، اللي هيحاسبني ويحاسبك يا فضيلة الشيخ في الآخر ربنا سبحانه وتعالى، هنقف قدامه وهيحاسبنا كلنا، وقبل ما يحاسبنا على الإيمان بتاعنا هيحاسبنا على محبتنا لبعض. كلمة مني تكون سبب في تعب وجرح، كلمة تمسح دمعة والنوح يبقى فرح، كلمة تطفي الشمس تسرق أي نور، كلمة تانية تخلي قلبي العتمة صبح. اسمح لي بس معلش، نفسي احضرك ونفسي ابوسك. انا ابنك، تقبل ان يكون لك ابن مسيحي؟ تقبل؟ الحكاية حلوة كانت بتبدأ وكلمة تشفي من الألم، أنا جاي بصلي يا إلهي تخلى على لساني أحلى الكلام. لكن المسألة إن إحنا فعلا جايين نعبر عن محبتنا لشركائنا في التاريخ وشركائنا في المصير. أما مسألة بقى يعني المصير الأبدي الجنة دي بتاعت مين؟ أنا جاي بصلي يا إلهي تخلى على لساني أحلى الكلام. وانا بقول ربنا يجعل من اسمه نصيب فيه. هو مش حسام، هو سامح. الحسام دي جايه من السيف والقاتل، انما هو سامح، وربنا يجعل من اسمه نصيب يا رب دايما. الحكايه حلوه كانت بتبدا وكلمه تشفي من الالام، انا جاي بصلي يا الهي تخلى على لساني